اكيد احييك فنان عزيز. شكرا جزيلا. بس ليش حسستني انه جد بالغربه؟ حسستني عم صار لي السنه يمكن العاشره يعني بالامارات، بس انت جد اول مره احس بالغربه وانا بالامارات. لا والله، بس ممكن احنا الفنانين العراقيين متميزين بالحزن. احنا ما نريد اليوم بس حزن. لا ان شاء الله ما بس هو طلب منك، ما هو قال انت هو طلب وانت انا لبيت يعني. طيب خلينا يعني احنا ما بدنا ناخذ كثير اسئله، اريد نختصر بسعد. سعد عندك البوم بال 93. بس على فكره انا كنت خايف واحد يقول لي لهجتك ولكنتك، بس انت سبقتني قلت بلهجه ولكنه اردنيه. انا بعد؟ ايه. قبل ما ناخذ عندنا اتصال من وسام سليمان. كان عندي سؤال انه البومات سعد البكري 93 و96 و97 و98 و2004 عندك توقف من 98 ل 2004 وبعدها ايضا توقفت. خلينا ناخذ اتصال من وسام ونرجع. الو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. الله يسعدك يا رب. هلا والله. بنمسي عليكم جميعا وعلى الاستاذ الكبير استاذ سعد البكري. اشكرك جزيلا. حبيبي وصديقي ومن العزيزين على قلبي يعني. الله يخليك. تحياتنا لك يا وسام. وكمان الاستاذ احمد، منورين الشاشه والله، وانبسطنا كثير هيك. جزيل الشكر يعني. والله ستر كنا رح نعمل حادث ونحن جايين عشان نشوف الحلقه تبعكم. يا ساتر. حبيبي، وحبينا نسال عليكم ونتمنى لكم توفيق ان شاء الله يا رب. الله يخليك. شكرا لك يا وسام. وسام. الو. ايوه وسام، حابب توجه تحياتك لاحد وبنفس اللحظه حابب توجه السؤال للفنان سعد البكري؟ والله احنا تحيه. الصوت مش واضح، انا ما سمعت شو قال وسام. وسام الصوت عم بيقطش يا وسام. كويس هيك؟ يلا اوكي كويس. ما سمعنا انت السؤال ولا وجهت تحياتك؟ انا بتوجه له تحيات. اولا تحيه لكم طبعا، شكرا جزيلا. ولكل فريق العمل وعلى البرنامج الحلو بالاول، وللاستاذ سعد استاذ احمد. جزيل الشكر حبيبي انت. وبتمنى لك حبيبي سعد ان شاء الله التوفيق، وبتمنى هيك نشوف لك شغلات إلك بالسوق، بس احنا حابين اكثر هيك ونشوفك ان شاء الله. انك عن جد من المتميزين ومن الناس العزيزين على قلبي، وانت اكيد بتعلم. الله يخليكم. ان شاء الله ما افشلكم ان شاء الله بالايام الجايه ان شاء الله قريبا جدا. ننتظر اعمال ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا وسام. شكرا جزيلا على الاتصال وسام. شكرا. اصدقائي اكيد عوده مره اخرى ونتكلم على الالبومات. انا بيني وبينك يعني زعجتني هاي الاوراق، انا ما بحب اتكلم اوراق بايدي كثير. البومات 93 و94 96 97 98 وبعدها يعني هاي الالبومات توقفات، يعني صار توقف عندك 2004. هاي الالبومات اللي كانت بفتره التسعينات يمكن ما شفناها او ما حسينا بها وما لحقنا عليها. يمكن الجيل حاليا اذا بده يدور عن سعد البكري، خاصه جيل الشباب، لازم يدور التسعينات. صح. الحين الناس ما بتدور التسعينات، تدور 2009 باللحظه. يعني انت تشوف الالبومات ما شاء الله. يعني بهاي السنه انا شفت اكثر من فنان نزل البومين مش البوم واحد. هي الفترات المتقطعه نتيجه يعني تكلمنا فيها شركات الانتاج. يعني الانتاج. اخ عمار، يعني حتى يعني المستمع والمشاهد العربي يعرف هذا الشيء، خليه يكون في صوره. تصور يعني الفنان ينتج العمل، نفرض يكلف العمل $10,000 العمل. انا عندي معلومات انه انت عندك اعمال كثيره انت مكلفتك ماديا، صح، ما في حد ساهم فيها. صح هذا الكلام، بس المشاهد والمستمع ما يعرف هذا الشيء، عليه بس يسمع. بس اكو شيء يعني الفنان هالمسكين هذا يكلف العمل $10,000 نفرض. هذا عمل بسيط، رقم بعد. احنا لا افتراض ورقم. يعني يروح يوديه لشركه الانتاج، يقابلوه مثلا $1000، يقول لك والله التوزيع وكذا 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 ما مساعدنا. يعني شركات الانتاج بتساعد ناس وتساعد فنانين، وفنانين ما بتساعدهم. واخذ نقطه مثلا، انا احدى الشركات العربيه
وديت لهم عملي شريط كامل. ف قال لي والله انت مو نجم، انت مو نجم. لما نصير نجم بعدين احنا نجي نتصل بيك. قول له من اصير نجم انا ما راح احتاجك. انا قلت له انا ما راح احتاجك لما اصير نجم، يعني انا ما راح احتاجك بالحرف الواحد. بالحرف الواحد. قال لي احنا حاليا ما نحتاجك، واذا نريد ناخذه منك، اذا نريد ناخذه منك. شوف قمه الاستغلال لهذا المسكين. انا اقول الفنان مسكين. طيب قال له اذا ناخذه منك بفري، مجانا، واحنا نبيعه وناخذ فلوس انه نجاح عادي، نجاح